ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين بقى بمناسبه خلاص رمضان على الابواب. جبتلكوا كده شويه وصفات ان شاء الله باذن الله تعجبكم. جمعتلكم كده فيديوهات ليا، قلت يعني عشان لو انتي محتاره في رمضان على السفره تعملي فطار ايه وكده فيجيلك شويه افكار يعني تعمليهم. طبعا احنا بنبقى في رمضان محتارين، هنقول هنعمل ايه فطار النهارده، يعني هنعمل ايه. فجبتلك كده كذا وصفة ان شاء الله بإذن الله، يا رب تعجبكم. وان شاء الله يعني الوصفات اللي انا جايبها لكم ديت هتلاقوها موجودة عندي على القناة. كل حاجة يعني من الألف للياء هتلاقيها موجودة الوصفة كلها. فان شاء الله بإذن الله الفيديو يعجبكم. وده اول حاجة، بصوا الاستريبس جميل ازاي، تحفة بجد، حلو قوي. بصوا مقرمش وانا عاملاه بقى كمان سبايسي، اللي مش حابب سبايسي ما يحطش شطة خالص على الوصفة. بصوا جميل جدا، شايفين كريسبي كده وحلو قوي ازاي، شايفين الخرفشه اللي فيه دي زي بتاعه المحلات واحسن كمان. عايزه اقول لكم الطعم تحفه لو عملتيه على الفطار. انا عملته جنبه شويه رز ريزو جميل جدا، وطريقته سهله جدا 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 والله، احلى من المحلات واوفر. يعني انت كيلو البانيه تجيبيه تقطعيه تخين شويه، تقولي له يعني ممكن الراجل بتاع الطيور يقطعهولك، قولي له انا عايزاه ستريبس فبيقطعهولك كده زي ما انت شايفاه تخين شويه، او ممكن انت تجيبي الصدر كامل تقطعيه انت كبير شويه. زي ما تحبي المقاس او الحجم اللي انت عايزاه. بصوا بقى شايفين تحفه بجد، كان مقرمش جدا، وطلعيه بقى حطيه على مصفى كده عشان يبقى معاكي كده آه، كده مقرمش كده وحلو، ما يبقاش طري. بصوا زي ما انتم شايفين جميل جدا وكان مقرمش. ده بقى طبعا لو انتي محتارة في رمضان تعملي ايه، يعني احنا بنيجي طبعا كده بعد اول كام يوم في رمضان بقى نبقى محتارين نعمل ايه، فاعملي لهم بقى مرة ستريبس، رز ريزو، اه اي حاجة بقى. هقول لكم كده على كذا وصفة ان شاء الله باذن الله تعجبكم. عايزة اقول لكم كان جميل، بصوا مقرمش جدا ومستوي. بصوا طبعا انا هقطعه دلوقتي، بصوا تحفة تحفة تحفة، كان مقرمش جدا. ان شاء الله باذن الله يعجبكم، جربوه. هتلاقوا الوصفه انا عاملاها مرتين على القناه عندي، ادخلوا واكتبوا اسم الوصفه وان شاء الله الفيديو يطلع لكم. زي ما انتم شايفين بقى، بصوا الرز الريزو شايفين تحفه بجد. وحطيت عليه حتت ستريبس كده صغيره، ورشيت عليه كده صوص الباربيكيو. تحفه بجد، لو عملتيه لولادك في رمضان او اي يوم غير رمضان بجد بجد هيحبوا الوصفه دي جدا جدا. شايفين الاستريبس مقرمش من بره وطري من جوه، تحفه تحفه بجد، حلو جدا. وقليت برضو طبق بطاطس كده وحطيت عليه برضو صوص الباربيكيو زي ما انتوا شايفين كده. انا ولادي بيحبوه، يعني بيحبوا صوص الباربيكيو كده على البطاطس. عايزه تحطي كاتشب حطي براحتك، زي ما تحبي يعني انتي وولادك وكده. فبجد بجد بجد يعني الاكله دي جميله جدا والله. الاكله دي لو انتي هتجيبها من مطعم او من بره، انتوا عارفين دلوقتي السندوتش الستريبس بقى معدي يعني. فانتي يعني السندوتش لوحده ب8 كيلو بانيه، يعني انتي كيلو بانيه هتعملي لولادك يعني كذا يوم. يعني انا عملت الكيلو الستريبس ده، قعدت يومين اقللهم منه، كان كتير جدا ما شاء الله، وكان حلو جدا. فجربوه ان شاء الله باذن الله، باذن الله هيعجبه ولادكم. وصوص الباربيكيو على الرز الريزو كده والستريبس تحفه بجد. شايفين الاكل بجد تحفه تحفه تحفه. وعملت لكم كمان وصفه جميله جدا جدا جدا. عملت بقى كده فراخ كده بقى في الاكياس الحراريه بتتبيله روعه روعه جميله جدا. طبعا انا على طول بعمل لكم الوصفه اللي هي الفراخ متبله كده ومشويه في الفرن بالبصل، صينيه الفراخ بالبصل في الفرن. عايزه اقول لكم بقى كمان الوصفه دي تحفه بجد هتعجبكم جدا، وطريقتها سهله جدا برضو حلوه قوي. طبعا الوصفه اللي انا بقول لكم عليها دي ما ينفعش جنبها الا اللي هي الفراخ اللي هي في الكيس الحراري. عملت جنبها طبعا الرز البسمتي طبعا. ده اساسي في رمضان بقى، جنب فراخ مشويه، جنب فراخ في الفرن. عايزه اقول لكم تحفه كده. انا كنت اصلا بقلبه على البوتاجاز، كان لسه بقى عايز
يتوطى عليه شويه، سبته يتوطى عليه. عايزه اقول لكم طريقته سهله جدا جدا جدا. بصوا بقى الفراخ، شايفين الفراخ؟ انا كنت جايبه فرخه ووركين. بصوا شايفين، كنت حاطه نص فرخه وورك في كيس و3 وراك في كيس عشان بس الكيس ما يتقطعش منك. وطبعا بتقطعي كده يعني بتخرمي كده الكيس خرمين كده عشان ما يفرقعش منك. وعملت بقى طبق طحينه، وعملت طبق الرز البسمتي زي ما انتم شايفين. تحفه 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 بجد. الرز البسمتي لذيذ، طعمه تحفه بجد. تحدي عن المطاعم، انا بعمله تحفه. عايزه اقول لكم الفراخ بقى كانت بالصوص بتاعها ده كده تحفه، تاكلي بيه الرز كده. يا جماعه والله مش بشكر في نفسي، بجد الفراخ كانت روعه. انتوا شايفين طبعا شكلها عامل ازاي. طبعا انا الوصفات دي كلها انا عاملاها ومجمعاها لكم عشان انزلها لكم فيديو كده قبل رمضان، اللي حابب يستفاد واللي حابب يجرب فيديو يعمله عنده في البيت. بجد بجد يعني طريقتها روعه. طبعا برضو كل دول انا عاملاهم عندي على القناه، يعني هتلاقي الفيديو بالوصفه بتاعته. شايفين شكل الفراخ عامل ازاي بجد. عايزه اقول لكم التتبيله بتاعتها حلوه قوي، هتعجبكم جدا. وال يعني احنا بقينا ناكل الصوص اللي نازل منها ده، بقينا ناكل بيه الرز. بجد حلوه قوي قوي قوي. شكل الفراخ اصلا بصوا تفتح النفس. تاني طريقه بقى عملت كده كنافه. عايزه اقول لكم طريقه الكنافه دي هتعمليها على عين البوتاجاز عادي جدا، سهله للناس اللي ما عندهاش فرن وتبقى محتاره تعمل الكنافه ازاي. كنافه سهله جدا 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 وطريقتها سهله جدا. مش هتاخد منك وقت خالص برضو لو هتعمليها في رمضان. بصوا لونها جميل ازاي، تحفه. بصوا بقى والمهلبيه بقى انا عملتها مهلبيه، او هي بيسموها يعني ايه اللي هي الكنافه بالكريمه. بصوا كل سنه وانتم طيبين. عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا رب كده، وربنا يبارك لنا في رمضان ويجعله شاهدا لنا لا علينا يا رب العالمين. يعني ربنا يمتعنا كده براحة البال وصلاح الحال يا رب، وقبول الأعمال واستجابة. يا ربنا يستجيب لكل دعاء لنا يا رب العالمين. ورمضان مبارك عليكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين وبخير وسعادة يا رب كلكم. وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي وبألف خير. وكل واحد نفسه في حاجة يعملها بإذن الله ويحققها. كل واحد بيحلم بحاجة ربنا يكرمه ويرضيه. وإن شاء الله بإذن الله كل واحد ليه دعوة يا رب تكون مستجابة، ويشفي كل مريض يا رب العالمين. ربنا يشفي كل مريض يا رب. بصوا الكنافة تحفة 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 بجد، جربوها هتعجبكم جدا. نيجي بقى لآخر حاجة. بصوا الرز بلبن بقى. عايزة اقول لكم انا بعمل رز بلبن والله بجد تحفة حلوة قوي. هتلاقوه على القناة عندي برضو عاملاه. شايفين الجمال بجد تحفة وكريمي كده. انا بحط عليه بقى كده سر كده، بحط عليه يعني اكيد في ناس كتير بتعمله كده، بحط كريم شانتيه عليه وهو بيتعمل بيبقى كريمي بقى، طالع كريمي كده وتحفة. يعني بنخلصه والله وبنعمل غيره على طول. يعني تحفة بجد الرز بلبن، جربوه ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. انا كده بصوا انتوا شايفين البخار طالع منه، كان لسه سخن. بستنى عليه بقى اما يبرد بقى كده، وبعدين بدخله بقى في التلاجة. بس كده بقى. يا رب الفيديو بقى بتاعي يكون عجبكم واستفدتوا منه، وجالكوا كده افكار لفيديوهات تعملوها في رمضان ان شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين. ما تنسوش بقى كده تشجعوني بلايك واشتراك للقناة، وتشجعوني تاني كده اللي انا اصور لكم بقى فيديوهات من الاول للاخر. مستنية تشجيعكم. مع السلامة.